تعالوا نقعد بقى قدام تصريحات الاستاذ حسام المندوه الحسيني امين صندوق الزمالك تاني وتالت ورابع. حضرتك لما تبقى طالع برنامج يبقى خلي بالك بتبقى طالع برنامج مع مين وهتتكلم ازاي وتحدد اهدافك في الكلام. ده مهم جدا جدا جدا. زي ما بقول لك، في مذيع طيب، وفي مذيع مهني، وفي مذيع خبيث، وفي مذيع بيعمل كمين، وفي مذيع بيحب اللقطة، في كده في كل حتة مذيع او مذيعة يعني. هو الاعلام كده عندنا، خلي بال حضراتكم يعني. والناس بتصنف ناس يعني، وبتصنف زي ما هي عايزة يعني، ما فيهاش مشاكل يعني. وواحد يصنف ده انه مهني، واحد يصنف ده انه كهين، واحد يصنف ده انه خبيث، واحد يصنف ده انه بتاع لقطة. كل ده يعني التصنيفات بتبقى مختلفة، فانت حضرتك تبقى واخد بالك. نمرة اتنين، في ضيف سهل كده ايه تقول له ايه ازيك، يقول لك تيريك، يقوم جاي ايه راصص لك كل حاجة. في ناس كده يعني، فدول ما مش محتاجين بقى لا مذيع من اي نوع من انواع. هو نفسه زي ما بيقولوا ايه بيسلم نفسه بنفسه يعني. فكل واحد يبقى ياخد باله من الكلام يعني. انا الحقيقة تصريحات الاستاذ حسام المندوه الحسيني ايضا لم تعجبني، ما عجبتنيش. انه الزمالك كان مريض ودلوقتي بيموت. فاولا الزمالك لم ولن يموت، عشان بس اطمن حضرتك واطمن جمهور الزمالك. الكيانات الكبيرة العظيمة اللي زي نادي الزمالك ما تموتش ابدا. ولو حضرتك مش قادر روح، بوضوح شديد جدا يعني. زمالك لا، مش اسم بتاع موت. يمرض شوية، يتعب شوية، يعيا شوية، لكن لا يموت على الإطلاق. فتصريحك جانبه الصواب. فاضطر انه يطلع تاني يوم ويقول لك انا قلت يعني اسيء فهمها وفسرت بشكل خاطئ، جت عشان اوضح حجم الازمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي حاليا، ليس منها المعنى الحرفي للكلمة. حضرتك اللي قلت، مش احنا اللي قلنا. سيادتك اللي قلت، مش احنا اللي قلنا. والله العظيم ثلاثة. فيعني ازاي يعني ما فيهاش اساءة فهم. قال لك انا عايز اوضح الحقائق للجمهور الزمالكاوي ولم ارغب في تجميل الكلام، بل اردت توضيح الواقع الصعب الذي نعانيه، ونخاطب المسؤولين لادراك حجم المعاناة التي عاشها الزمالك بعد سحب ارض النادي في اكتوبر. هناك تبرعات كبيرة من محبي النادي واعضاء مجلس ادارة. عودة ارض اكتوبر هي الحياة بالنسبة لنادي الزمالك، ودونها سيظل النادي يعاني من ازمات متتالية. كنت تقول كده من الاول وخلاص. خلاص يعني. لكنه حضرتك تقول الزمالك بيموت؟ حضرتك امين صندوق نادي الزمالك؟ لا، تصريح غير موفق يعني، تصريح غير موفق جانبه الصواب تماما يعني. فمهما بقى حضرتك حاولت اسيء فهمها، واصل لا، ما اسيش فهمها. فهمها واضح. انت قلت الزمالك بيموت، فهمها واضح. وعندنا في مصر حاجة غريبة جدا، ما حدش يطلع يعتذر. مش يقول لك انا اسف تصريحي كان خاطئ، وانا كنت مخطئ في هذا التصريح، كنت اقصد كذا كذا، لكن انا بعتذر. والله ما عيب ولا حرام على الاطلاق.